أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. صدق الله العظيم. ألا تكفينا قربة ماء واحدة؟ سأملأ الأخرى أيضا، فالسفر من المدينة إلى الشام شاق وبعيد. ما اسمك؟ رفيقك بالسفر سلول. يا عبد الله. اسمي عبد الله. أيتها العير، هيا إلى المسير. يا عبد الله، يا ولدي، يا عبد الله. يا عبد الله، كلم العجوز. أمي، لماذا تحملت هذه المشقة؟ جئتك يا بني مودعة، ولأذكرك بالمحافظة على ميراثك من أبيك. اطمئني يا أمي، ولقد عاهدتك بالحفاظ عليه ما دمت حيا، والله عز وجل يأمرنا بالوفاء بالعهد. سر على بركة الله. يحمل ميراثا. ساعدك يا سلول. يا عبد الله، ألن تخبرني عن ميراث أبيك؟ الميراث عهد أخذه أبي على نفسه وأورثني إياه بأن أكون دائما وأبدا صادق القول. عهد كنت أظنه مالا يغتنم. الشام. فلنسترح قليلا قبل دخول البلدة. نرتاح قليلا حتى نكون نشطين في الصباح عند مقابلة التجار. وبما تتاجر يا سلول؟ أتاجر في السيوف. وأنت؟ العطر. فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لو كنت تاجرا ما اخترت على العطر شيئا، إن فاتني ربحه لم يفوتني ريحه. عبت مساء يا عبد الله. بل قل صبحك الله بالخير. سلول، غفوت قليلا. أنت نائم منذ دخولنا البلدة. أين زبائنك؟ لم ألتقي بهم بعد. أيتها العير، حان الرحيل. عما قريب سنقابل جميعا زبائني، ويا لها من مقابلة. سلول، أين أنت يا لئيم؟ ها أنا ذا. هل جلبت السيوف التي طلبتها منك؟ نعم، وفوقها قافلة. سلول رفيق سفري من اللصوص. يا لك من منافق خائن كذوب.
صمتا، اسلبوه بعيره. لا تكفي. ماذا تملك أيضا؟ ربحي 100 قطعة من الذهب. ها؟ يا رجل، كيف تخبرنا عنها؟ لأنني على عهد ورثته عن أبي. أي عهد هذا؟ أن أكون صادقا إذا تحدثت، وإذا وعدت، وإذا اؤتمنت. كان أحرى بك ألا تحافظ على عهدك حتى لا تخسر مالك. ما كان لي، فالوفاء بالعهد من صفات المؤمنين. يا رجل، ابن من أنت؟ ابن كعب بن مالك، أحد التائبين الثلاثة. ها؟ التائبون الثلاثة؟ عن ماذا؟ ذلك خبر أنزل الله فيه قرآنا. حدثنا عنه. سأحدثكم، ربما نلتم من خبرهم خيرا. خبرهم، أو بالأحرى قصتهم، بدأت من أخبار وصلت إلى هرقل قيصر الروم. الروم؟ مولاي القيصر، مولاي القيصر هرقل، يا عظيم الروم، استطلعنا الأمر، وما وصلك من أخبار صحيح. يا للمصيبة، ماذا تقول؟ الأخبار صحيحة. نعم، فتح المسلمون مكة، ووحد نبيهم قبائل العرب، واتفقت كلمتهم. ما كان لي أن أستهين بهؤلاء القوم، كما أني لم أحسب لنبيهم عظيم شأنه، فأنا ما زلت أتذكر رسالته لي والتي رددها مبعوثه على مسامعي. فبالرغم من مرور الأعوام ما زالت كلماته ترن في أذني وكأنها بالأمس القريب. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم رعيتك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. المسلمون العرب يجب أن نقضي عليهم قضاء مبرما. حاولنا في مؤتة وفشلنا يا مولاي. لا تذكرني، كانت معركة رهيبة. ألف من خيرة جنودي عجزوا عن القضاء على 3000 من المسلمين، أضاعوا سمعة جيشي وهيبته. لا لا، لن تضيع هيبتي. لنعاود الكرة، وهذه المرة على أرضهم ولنطعنهم في القلب. اسمعوا قادة الجيش، لقد قررت مهاجمة مدينتهم يثرب. يقال إن الروم أعدوا جيوشهم في تبوك استعدادا لمهاجمة المدينة، والنبي يدعونا أن ننفر ونخرج لملاقاتهم وجهادهم حتى لا يعتقدوا فينا ضعفا، ولكن المسافة من المدينة إلى بلاد الشام طويلة وشاقة، وإنها لساعة عسر. لن ننفر في ذلك الجو المحرق، فلنلتمس الأعذار منه. لا حاجة لنا بها، فالنبي لا يرغم أحدا على الخروج معه، ولكن لا بأس، فلنذهب إليه بمسجده. سأذهب للدار حتى أتجهز للجهاد. فيما العجلة؟ أنا معك.
وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق الله العظيم. أما علمتم لقد جهز عثمان بن عفان 10,000 مقاتل من زاد وخيل وإبل، فدعا له رسول الله بقوله: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. حتى النساء بعثنا بكل ما يقدرن عليه من حليهن، وتصدق عاصم بن عدي ب100 وسق من تمر، ويشهد الله أننا لا نملك شيئا. نرغب في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروا حتى نستأذن لكم. لما النحيب والبكاء؟ إننا سنرجع إلى أهلنا وظليل بيوتنا. ويخرج محمد والذين معه لمقاتلة الروم في غزوة تبوك. لا أحد يعلم إن كانوا سيعودون منها أم لا يعودون. تبا لكم المنافقين، والله لقد حبسنا العذر من عسرنا وضيق ذات اليد. ولولاها لخرجنا مع إخواننا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور ونصر وإما موت وشهادة. يا جند الله، رسول الله يأمركم بالتحرك. حي على الجهاد، حي على الفلاح. يا رسول الله، تخلف عنا أبو خيثمة، وأبو ذر الغفاري أبطأ به بعيره. رسول الله يقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. هناك رجل يمشي على الطريق وحده. ماذا تقول يا رسول الله؟ كن أبا خيثمة أو كن أبا ذر. هو والله أبو ذر هلك بعيره، وحمل عتاده وزاده على كتفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي ذر قائلا: غفر الله لك بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني. وهذا راكب مقبل. هو والله أبو خيثمة. هكذا ما تخلف عنا إلا 3: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن مرة. الجند لا أرى أثرا لهم حتى بالأفق. تمادى بنا الوقت يا هلال حتى خرج الجيش من المدينة. حقا يا مرارة، تباطأ عزمنا وتمهلنا كثيرا في الخروج. آلاف مؤلفة من جند المسلمين، إنهم لا يقلون عن 30,000. فررتم؟ الله أكبر، الله أكبر. فر الروم، فر الروم. حقا يا رسول الله؟ نصرت بالرعب. ماذا يا رسول الله؟ إن بالمدينة لأقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا وشاركونا الأجر. وهم بالمدينة؟ رسول الله يقول: نعم، حبسهم العذر. البشرى يا أهل المدينة، لقد عاد جنود الله منتصرين ولعدوهم داحرين. إني يا رسول الله لن أتحدث بكذب، بل سأتحدث حديث صدق. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. رسول الله يقول لك: أما هذا فقد صدقت.
فقم حتى يقضي الله فيك. هل تحدث بهذا غيري وقابل هذا الرد؟ نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن مرة. استكان مرارة وهلال وقعدا في بيوتهما بعد أن اجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت لنا أنفسنا والأرض، فما هي بالأرض التي كنا نعرفها؟ 50 ليلة ونحن نقاسي من الجفاء. يا الله. يا كعب بن مالك، أبشر. هنيئا لك، توبة الله عليك. رسول الله يطلبك بالمسجد. الحمد لله، قد جاء الفرج. السلام عليك يا رسول الله. إن الله قد نجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله عهدا ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. وها أنا على الوفاء بعهد الصدق. وها نحن جميعا نعاهدك على عهد أبيك، سائلين الله التوبة، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، وأن يلحقنا بعباده الصالحين. كنت على ثقة خبرهم إنه الخير كل الخير، وإن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.